كل ما البيضه الكناريا بتتبيض بيضه كل يوم. في ناس بتسحب البيضه وتحط بيضه عيره، تحط لها بيضه بلاستيك عشان تكمل بيض، وبتحط البيض ده في طبق بره العش خالص، ويجمعوا الاربع بيضات، ومع اخر بيضه بتتبيض بيروح مرجع البيض كله. طيب الطبق اللي احنا بنحط فيه البيض ده في مشكله كبيره. في ناس بتروح جايبه شويه باريكم ولا شويه فلارس وحطها في الطبق وحاطه البيض. طبعا البيضه عشان تخزنها لازم تتحط على بوزها، عشان البوز بتاعها المدبب اللي تحت ده هو دي غرفه التهويه بتاعه البيض. فانت لو عايز تحفظ البيض في اطباق خارجيه لغايه لما النتايه تكمل، انت لازم تحطهم في حاجه ما تمتصش الرطوبه. ازاي ما تمتصش الرطوبه؟ الفلارس او البذور بتمتص رطوبه، فانت ممكن في ال5 ايام اللي انت مخزن فيهم البيض دول الرطوبه اللي جوه البيضه بتبتدي تتسحب، ودي بتاثر على البيضه نفسها. في ناس ما تصعبهاش على نفسها، احنا بنتكلم بطريقه احترافيه شويه زياده للناس المحترفه في التربيه. في ناس مش محتاجه تعمل الكلام ده، فبتسيب ال4 بيضات ولا ال5 بيضات تحت النتايه، ولما تفقس خلاص ربنا يبارك والزغاليل طلعت. بس بتبقى في مشكله صغيره. ايه هي بقى المشكله الصغيره دي؟ اللي بيفقس اول يوم وبياكل غير اللي بيفقس 5 يوم. في 5 زغاليل في العش، الاولاني بقى حجمه قد كده، واخر واحد حجمه قد كده. غالبا ما بيعيش، لان اخواته هم اللي بيرفعوا رقبتهم اعلى، فالام بتاكل اللي رقبته اعلى لغايه لما يشبع، وبعدين تنزل للي رقبته اقل. فالخامس ده في الغالب بيروح. لما احنا بنعمل ان احنا نطلع البيض بره ونرجعه كله مره واحده في يوم واحد، احنا كده بنضمن. اقعد يا بابا، اقعد يا حبيبي. احنا كده بنضمن ان الزغاليل دي طالعه في يوم واحد. لما الام هتيجي تاكل هيبقى الحجم واحد، السن واحد، فمش هيبقى فيه خسائر. عيد ايه؟ لا احنا قلنا ما تحطهاش في بذور. عايز تحطها في رمله حطها، عايز تحطها في ارضيه بلاستيك، في بلاستيك كده مخرم زي الشبك كده، تفرده على حاجه خشب وتحط البيض عليه، بحيث وخد بالك ان انت ما ينفعش برضه تخزن البيض ده في درجه حراره عاليه. ما ينفعش تخزن البيض ده في درجه رطوبه عاليه. الاصول ان انت في درجه حراره 9 علشان ما يحصلش اي تفاعل للبيض ده مع الحراره ولا مع الرطوبه ولا اي حاجه. انت بتثبته لغايه لما تنقله تاني للعش. ودي الحركه اللي هي فيها احترافيه شويه. طيب دلوقتي النتايه رقدت على البيض. في سؤال مهم جدا وناس كتير مش عارفاه، ان خلينا نسال السؤال ده بعدين. في 3 حاجات مهمين علشان البيضه دي يتكون فيها جنين. عوامل خارجيه. حد عارف ايه العوامل الخارجيه ال3 دول اللي بتساعد على تكوين الجنين جوه البيضه؟ يا جماعه نركز مع بعض بقى. عشان دي فيها هديه كويسه. انا عايز ال3 مع بعض. انت بتربي صح؟ يبقى عندك ال3 مع بعض لازم تبقي عارفاهم. ايه هم ال3؟ حد عارف ايه اللي بيساعد على ان البيضه تتكون، الزغلول يتكون فيها؟ محدش عارف. طيب بص، انا مش سامعك. بيقول ايه؟ العصايه مالهاش دعوه في الموضوع ده. في 3 حاجات: درجه رطوبه، درجه حراره، تقليب البيض. هم ال3 حاجات دول اللي بيخلوا الكنين يتكون. من غير ال3 حاجات دول وقعت حاجه الجنين مش هيتكون. طيب درجه حراره الكناريا
حد عارف درجه حراره جسم عصفور الكناريا كام؟ غلط. ها غلط. ها عصفور الكناريا وعصفور والطيور عامه. محدش عارف درجه حرارتها كام؟ طيب هقول لكم حاجه. البيضه عشان تاخد درجه حراره محتاجه درجه حراره كام؟ محتاجه درجه حراره كام عشان البيضه دي تتكون؟ محدش عارف؟ المعلومات دي لازم تبقوا عارفينها كمربيين علشان مين اللي بيقول 37؟ هديتين والنبي عشان قال 37. دي درجة حرارة الايه؟ درجة حرارة ايه؟ لا مش درجة حرارة العصفور. دي درجة حرارة التحضير 37 ل 37 ونص. اديله هدية. ناوله حد يناوله. درجة حرارة العصفور كام بقى؟ وده حاجة محدش هيبقى عارفها وغريبة شوية هتستغربوها. 43. احنا درجة حرارتنا في الجسم كام؟ 37. لا مؤاخذة الكلاب 38 ونص. القطط 38. درجة حرارة الطيور 43. ليه درجة سبحان الله ربنا خلقها كده؟ ليه 43؟ عشان لما تحضن على البيض بتاعها توصل درجة حرارة البيض ل 37 ونص. انما لو هي درجة حرارتها 37 ونص مش هتوصل عمرها درجة حرارة البيض في المكان الخارجي ل 37 ونص. فربنا خلقها علشان 43 علشان تقدر تدي درجة الحرارة الأقل للبيض. طيب عرفنا دلوقتي درجة حرارة البيض علشان يستوي 37 ونص. طيب البيض ده محتاج ايه تاني علشان انا لسه قايل بقى محتاج ايه تاني عشان البيض ده الجنين يتكون؟ نتكلم عن الرطوبة. 60 على فكرة هي افريج من الى 40 ل 70 40 ل 60. هو احسن درجة رطوبة من 50 ل 60. 70 عالية واقل من 50 قليلة. مش هنتكلم عن التفاصيل بقى صغيرة الرطوبة بتعمل ايه في البيضة لان هي اللي بتحافظ على الغرفة بتاعت الهواء اللي جوه البيضة. لما درجة الرطوبة بتقل الغرفة بتاعت الهواء بتقل. درجة الحرارة بتعلى غرفة الهواء اللي موجودة. عارفين يعني ايه غرفة هواء الأول؟ أي بيضة لما بنيجي نشوفها كده تحت الضوء في حتة فاضية كده جوه. هي دي غرفة الهواء اللي موجودة جوه البيض. هي دي الأكسجين اللي بيتنفسه الزغلول الصغير ده. طيب قلنا درجة رطوبة ما بين 50 ل 60 ودي أحسن درجة رطوبة. علشان كده احنا قلنا المره اللي فاتت لما تبقى مربي محترف وحاطط في غرفه لازم يبقى عندك ترمومتر تقيس بيه درجه الحراره وتقيس بيه درجه الرطوبه. لان لو درجه الرطوبه خفضت منك البيض ده مش هيطلع. لو درجه الرطوبه دي عليت منك البيض برده مش هيطلع وهيعمل لك مشاكل كمان. زياده الرطوبه بتعمل مشاكل في العصافير نفسها. طيب فاضل حاجه تقليب البيض. حد عارف البيضه دي محتاجه تتقلب كام مره في ال 24 ساعه علشان تطلع؟ 8. مين اللي قال 8؟ انت اللي قلت 8. انت اللي قلت 8. هديه للراجل ده. الراجل ده قال 8 معاك. هديتين. هديت من اوسكار مستنبت وتمليه. سقف الراجل بقى يا جدعان هو لسه شوف. هي طبعا افريج هي مش 8 بالظبط بس هي موضوع افريج. لا انا عايز الهديه للراجل ده برضه. الراجل ده قال جاوب. الراجل ده جاوب.
ماشي خليهم عندك. لا لا لا، خد. يا جماعه يبقى كده عرفنا ان البيضه علشان يطلع فيها جنين محتاجه 3 حاجات: درجه حراره 37 ونص، تقليب بيض من 6 ل 8 مرات في اليوم، درجه رطوبه من 50 ل 60. هل كل الطيور تقلب البيض ولا حسب يعني الحكايه؟ لو فرخه لازم تقلب البيض. كل انواع الطيور اللي ربنا خلقها لازم تقلب بالبيض، مهما كان نوع البيض ده ايه لازم يتقلب. لازم ال3 حاجات دول يتوفروا. لو حاجه وقعت البيضه دي مش هتطلع. معايا؟ ما يطلعش دي. ما يطلعش دي، يا اما النتايه تحتها بيض كتير حلو، يا اما في بيضه ما خدتش التقليب بتاعها مظبوط. بيحصل. ما انا لسه هاجي لكم في الكلام ده. ده بقى حاله كبس لسه جايين لها. صبري. احنا قلنا ان ال3 حالات دول لازم يتوفروا عشان البيضه ايه تطلع. طيب انا خدوا بالكم ان انا مركز، انا بتكلم عن الكناريا بس. الكلام اللي انا بقوله ده يمشي على كل انواع الطيور حسب طبعا فترات الرقاد، لان الكناريا بتقعد 14 يوم. عندك البادجي من 18 ل 20، عندك البركاديلو والكوكتيل 21 و22، ممكن في انواع ثانيه 28. انا بتكلم على الكناريا. طب اسال سؤال: البيضه دي محتاجه تتقلب امتى؟ البيضه دي اتباضت النهارده، محتاجه تتقلب امتى؟ في انهي نوع؟ 3 ايام دي في انهي نوع؟ انا بتكلم على الكناريا. البيضه بتحتاج تتقلب بعد يومين في الكناريا. سبحان العاجز، سبحان الخالق واعجازه. النتايه بتبقى عارفه البيضه دي متباضه امتى، وبتعرف تميز البيض بتاعها. لو هي بيضه 4 بيضه 5 هي عارفه تحدد اني اللي متباضه النهارده وادي اللي متباضه بكره وادي اللي متباضه بعد بكره. وبتدي لنفسها فرصه ان هي البيضه دي ما تتقلبش غير بعد يومين. طب ليه ما تتقلبش غير بعد يومين؟ حد عارف؟ ليه مش 3 ايام؟ ليه مش اسبوع؟ ليه ما تتقلبش اول ما تتباض؟ لا لا، اول حاجه بتحصل في تكوين البيضه الشعيرات الدمويه اللي بتبتدي تنشط وتتخلق جوه الصفار بتاع البيض. الشعيرات الدمويه دي بتبقى دقيقه جدا جدا جدا. لو حصل تقليب للبيضه الشعيرات الدمويه دي بيحصل لها تهتك. انا بقول لكم كلام علمي وكلام هتستفيدوا منه والله، بس ايه لما تتعمقوا شويه في التربيه وبتاع هتبقوا فاهمين ان الحاجات دي مهمه. الشعيرات الدمويه دي لو اتقلبت اول ما العصفور باضه بيحصل تهتك في الشعيرات الدمويه. يبقى احنا حكمنا على الزغلول ده مات من اول يوم. النتايه بتبقى فاهمه كويس قوي هي امتى تقلب البيض، وبعد كده بترقد عليه. بتيجي في وقت معين وتوقف تقليب بيض. حد عارف كام يوم بتوقف تقليب بيض؟ يومين. النتايه في ال 14 يوم بتوقف تقليب بيض، لان الجنين بيبقى اتكون وبيعتمد خلاص في مرحله فك البيضه، لان البيضه بتفقس من جوه لبره مش من بره لجوه. يعني مش الام هي اللي بتكسر البيضه، الزغلول اللي جوه هو اللي بيكسر القشره من جوه ويبتدي يطلع. معايا في الكلام ده؟ مركزين؟
اليومين الاخرانيين النتايه بتوقف تقليب بيض وبتنتظر فأس البيض. الفتره الاخرانيه دي درجه الرطوبه، البيضه بتحتاج درجه رطوبه اعلى شويه.